الزيتون يربك الأسواق بسبب إسرائيل، الأسعار بلا حدود. لم يعتد الجنوبيون منذ عشرات السنوات على ترك أرضهم، إلا أن هذه السنة الاستثنائية التي منعت خلالها إسرائيل الجنوبيين من قطف مواسمهم أدت إلى نتائج لا تحمد عقابها. لا زيتون ولا زيت، والأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. 12% من مزارع الزيتون تم القضاء عليها، وأكثر من 60 ألف شجرة تضررت أو لم تعد موجودة، ومشاهد سحب الجنود الإسرائيليين لأشجار معمرة أثناء تواجدهم في الجنوب توثق المشهد. هذا بالإضافة إلى وجود آلاف الأشجار أسيرة قرار إسرائيلي بالسماح للجنوبيين بجني الموسم من عدمه. على الأرض يؤكد المزارعون أن الموسم انضرب، الشح بدأ يظهر في الأسواق، وهذا ما يمهد لسلسلة ارتفاعات للأسعار غير مسبوقة. أما على مستوى زيت الزيتون فإن الأرقام تؤكد أن سعر التنكة سيلامس $200، في حين كانت السنة الماضية تتراوح بين 130 و 150 دولار. على المقلب الآخر فإن لبنان ليس وحده من تأثر بهذه الضربة. سلسلة كبيرة من المطاعم كانت تعتمد على خط التصدير الذي ينطلق من لبنان إلى البلاد العربية وأوروبا وأمريكا الجنوبية، خصوصاً بعد حصول لبنان على المركز الأول لناحية جودة زيت الزيتون المنتج محلياً، وبالتالي فإن الشح في الأسواق قد يؤثر على خط التصدير، ما ينعكس سلباً على الشركات المصنعة المحلية، ليتم ضرب الدورة الاقتصادية بدءاً من المزارع وصولاً إلى الشركات فالمستهلك، الذي سيضطر لدفع مبالغ أعلى هذا العام.